زي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده هنا في يوم جديد في ملعب مركز شباب السلام ثالث، وفي سهره رمضانيه واجواء ممتعه، ومعانا بقى نجم مختلف عن العاده وهو اداري فريق ميلان. نتعرف بحضرتك. محمد العزة. النهارده عايزين نعرف بقى اول حاجه، بس نهنئ الشعب المصري نقول له ايه بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين طبعا، وبعد الايام بخير وايام مفترج علينا وعليكم جميعا طبعا. واحنا سعداء ان احنا اول مره نكون موجودين في البطوله ديت. بطوله طبعا منظمه، وكل الشكر والتقدير طبعا لكل الناس المسؤولين واللجنه المنظمه طبعا. حاجه كويسه جدا طبعا، بطوله تنظيم واجواء رائعه طبعا، وفرقه قويه، وده المقصود من البطوله دي، يعني ان احنا يبقى في احتكاك للاولاد، وبطوله تبقى الناس كلها تستمتع بيها. يعني عايزين نعرف كواليس بقى ما قبل المباريات وتحضيرك انت كاداري، كمان في توجهات المدير الفني لحضرتك ما قبل المباريات، بتجهز بتوجهوا اللعيبه وتقولوا لهم ايه؟ احنا طبعا بنهيئ لهم طبعا ان هم دايما يكونوا مركزين في الماتش، ما يحاولوش ان هم يخرجوا بره الماتش مثلا، ما يعترضوش على الحكم او يتكلموا مع الحكم، دايما يكونوا مركزين. حتى برضه لما يكون الماتش مثلا مضغوط ولا حاجه مثلا، بيحاولوا ان هم طبعا تبقى الدنيا مثلا مظبوطه معاهم، ما يحاولوش ان هم يخرجوا بره الماتش مثلا، يكون في تركيز اكتر، ينفذوا تعليمات المدير الفني طبعا اللي هو بيقول عليه طبعا، لان طول ما الولد بينفذ تعليمات او اللاعب بينفذ تعليمات المدرب بتاعه، اكيد بيوصل للهدف بتاعه اللي احنا بنتمناه طبعا، ان هو المكسب، ويؤدي اداء رائع طبعا. دي في المقام الاول. يعني انطباعك ايه عن دوري ابطال مصر؟ شايفه احتكاك كويس الاولاد يستفادوا من خلاله؟ طبعا احتكاك قوي جدا، وحاجه كويسه جدا، وحاجه ممتازه جدا، وحاجه رائعه بصراحه. يعني شايف النهارده يمكن ثالث مباراه ليك، يمكن اول مباراه فزتوا، ثاني مباراه كانت في التعادل، ممكن حتى كان في اعتراضات على الفرقه القابل. شايف ان دوري من ابطال مصر من خلاله الاولاد يقدروا يوصلوا لفورمه كويسه، يقدروا من خلال الفترات الراحه دي الموسم الرياضي يبقوا مستعدين للموسم بتاع اتحاد الكوره خلال دوري ابطال مصر؟ طبعا لان في فرق هنا ما شاء الله، فرق قويه جدا، وزي ما قلت لحضرتك الاحتكاكات الفرق كلها بتلعب كوره، فطبعا دي حاجه كويسه ان الاولاد كلهم هيستفادوا طبعا. يعني النهارده لو هنوجه رساله للاعبين نقول لهم ايه؟ نقول لهم نركز في الملعب، نركز مع المدرب، نركز في الكلام اللي هو بيقوله. طول ما احنا بنركز مع المدرب والكلام اللي هو بيقوله والتعليمات اللي هو بيقولها، هنوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. لو هنوجه بقى رساله شكر النهارده للجهاز الفني كله بالكامل، لاولياء الامور، للاعبين اللي بيجوا يساندوكوا خلال كل مباراه، تقول لهم ايه؟ طبعا اقول لهم طبعا انتوا في ظهرنا، وانتوا اخواتنا الكبار، اولياء امور كلهم طبعا على راسنا، كلهم اخواتنا كلهم، احنا كلنا اخوات، وكلنا اصحاب وحبايب، واولادنا كلهم من اول لاعب لاخر لاعب كلهم ولادنا، وكلنا نفسنا ان هم طبعا يوصلوا لاعلى مستوى ليهم، وربنا يكرمهم بحاجه كويسه ان شاء الله بعد كده. سعيد بلقائي معاك، وانتظرونا وتغطيه خاصه وكواليس كل ما هو جديد في دوري ابطال مصر على قناه صدى الملاعب. احنا اكتر يا كابتن، وسعداء بحضرتك يعني بالبطوله ان شاء الله. يعني